شقة جديدة كمان؟ ما انا بعد ما انت سافرت او انا فهمت ان انت سافرت يعني مضيت فيلم. طب يا سيدي على البركة. قبضت فلوس يعني؟ لا بس لسه اكيد هاخد عربون يعني. اول ما مضيت بقى قمت سايب اخوك مسعد وطالع على الشقه الجديده. اخويا مسعد. كده وانا قلت كده؟ بس هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه يا اولاد شفيقه. الموضوع مش طالب اي هزار خالص يا سعد. والله ما هزار، مش ههرج يا عم. ند بس عشان اوبر دخل علينا اهو. سعد عايز حضرتك بره. هنيجي. صباح الخير يا نجيب بيه. صباح الخير يا سعد، تعالى يا حبيبي اتفضل، هات طبق ويلا اقعد. ماشي. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. والله احلى فطار الفطار معاك. ميرسي يا حبيبي، اشكرك. انت ما بتاكلش ليه؟ لا انا اكلت، افطر انت. اكلت ايه؟ ما هو بيبان يعني. خلاص انا مش هفطر. لا خلاص ماشي، افطر اتفضل. الصراحه انا حسيت ان لازم اعدي اطمن عليك. فيك الخير يا سعد. حبيبي. هو صحيح الحكايه اللي حكيتها لنا يعني تبرجل وتلخبط وتضايق، بس ده مش ذنب حد، دي حاجه بتاعت ربنا يعني، هنعمل ايه؟ وبعدين انا ابن شفيقه ابن كريمه، كويس ان انا عرفت. وحضرتك كتر خيرك برضه، حد غيرك كان طنش. تفتكر؟ طبعا. راجل غني ومرتاح، ما يصاحب اللي يصاحبها، ويخلف ما يخلفش يطنش. وعن انت حد كان هيحاسبك لو طنشت؟ ولا الهوى. بس انت عندك ضمير. متشكر يا سعد. وبعدين هم الاغنياء يعملوا اللي هم عايزينه. يعني عندك مثلا حسين رياض في فيلم صراع في المينا، فضل قاعد لحد اخر الفيلم مش عايز يقول ان هو ابو عمر الشريف، لحد ما جت في اخر الفيلم فردوس محمد قالت له الحق ابنك. هم البشوات كده يعملوا اللي هم عايزينه، وانت باشا. انت جميل يا سعد. حبيبي. طب والله لا تفطر. حاضر حاضر. بس انا عندي سؤال مهم قوي بقى يا نجيب بيه. ايه هو يا حبيبي؟ ازاي حسين رياض لما يغلط مع فردوس محمد يخلفه عمر الشريف؟ ما برضه السيمه دي عجيبه جدا يعني. تحس ان في حاجه في الفيلم ما اتقالتش، صح؟ انا ما خدتش بالي من الموضوع ده. مش انا مضيت بطوله فيلم؟ بجد؟ برافو. سعيد. مسعد هنا. يا سعد الف سلامة يا حبيبي. مسعد الله يا حبيبي. اخبارك ايه؟ يلا 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 سيلفي. سكرك ايه؟ 4 معالق. سعيد تعالى كده شويه عشان البوتاجاز اللي منه فيه ده يبان. مسعد. نعم. بص. سعيد خلصت؟ مفيش بربع جنيه خصوصية ولا ذوق. قرب بس، قرب قرب. مسعد. خلصنا بقى يا ابني. سعيد هات رجلك كده شويه عشان مش باين. يا عم ارحمنا بقى ما تخنقناش. لازم يا ابني، لان دي هتبقى الشقه اللي بدأ منها النجم سعد نصار. بقول لك ايه، سعد النصار احلى ولا سعد زركش؟ وانت مالك ومال زركش؟ يعني كاسم سينمائي. بس ما يخصكش. يا عم جوز امي يا عم. هتقعدوا تنكفوا في بعض كده كتير، هقوم امشي. ايوه، ما انت طلعت الزركش الاصلي. انا مسعد بس، من غير لا جذور ولا فروع. والله يا ابن امي فلسفتك الجميله قوي دي هي اللي هتوديك في داهيه باذن الله. الواد ده عيان. ايوه نانسي. فينك يا مسعد؟ موجود. انت عيب جدا على فكره. هو انت يا اما مكالمات ورسايل طول الوقت وتبقى محاوطني لدرجه ان انا مش قادره اتنفس، يا اما كده تختفي خالص. ده اسلوب؟ اللعبه خلصت. لعبه ايه؟ لعبه زركش وحياني على المسكين ابن شفيق. انا مش فاهمه حاجه. ولا عمرك هتفهمي. انت هنا مش مكانك.
انا خلاص مفيش بيني وبينك حاجه. ارجعي لحياتك. هو في ايه؟ ولا حاجه. انا حياتي هنا، في القهوه وفي الشارع، والضياع لايق عليا. انت حياتك هناك في القصر وفي الفيلا، التفاهه لايق عليكي. شكرا. اخواتي حبايبي، هو انا لما قلت نتجمع عندي احنا التلاتة كنت حاسس ان في حاجة غريبة. ولاد شفيقة اغرب حاجه في الدنيا، والله ممكن تتعمل فيلم دي. الله يرحمها، اول مرة في حياتي ازور قبر واحدة ست واقرا لها الفاتحة يتقال لي ان اللي في القبر دي امك. احساس غريب ما توصفش. امال اللي كنت بزورها مع الحاج فكري دي تبقى مين؟ وامك برضو كتر خيرها. كتر خير الدنيا كلها. على الاقل بدل الام عندكم اتنين. انا امي الحقيقه رمتني والتاني ما لحقتش. حياتي ما كانش فيها امهات، فيها ستات عايزين يحموا عيالهم مني. بقول لكم ايه، هو احنا المفروض نروح نزور امنا شفيقه ونقرا لها الفاتحه؟ اصل انا بصراحه عمري ما جربت احساس ان امي ماتت ده قبل كده. انا رحت خلاص مرة واحدة، كفاية عليا كده. هو انت بتعمل ايه هنا؟ مش فاهمك ومن زمان على فكره. انت بتعمل ايه هنا؟ ما تروح لابوك. روح لابوك يا ابني، بلاش عند فارغ. بروح له انت. ما انا بروح له وبسال عليه، والراجل كتر خيره ما شفناش منه اي حاجه وحشه. بس انت اللي ابنه، انا مش ابنه. انا حيالله كان متجوز امي. ولا انا مش فاهمك، انت واخد الموضوع تهريج كده عادي؟ خلاص حياتك بقت كلها تمثيل وارتحت على كده؟ امال انت عايزني اعمل ايه يا ابني؟ اقعد اعيط؟ خلاص ده قدر. انا بني ادم خلفوه 2 بني ادمين، اب وام. اه اللي هما مين بقى؟ بص يا سيدي، شفيقه تبقى امي، اه ابويا بقى اكيد واحد كانت متجوزاه. بس كده. لا ما بسش، اقعد اعيط واروح اسال امي اللي ميته مين ابويا، ولا انزل اعلان على الفيسبوك اكتب شحط يبحث عن ابوه. لا روح موت احسن. ولا اموت ولا حاجه. اموت ليه؟ مش هتفرق انا ابن كريمه ولا ابن شفيقه ولا ابن مين. جميل سعد. ربنا يخليك يا سيدي. انت باشا وعرفت مين ابوك ومين امك، وابوك طلع باشا ابن باشا. مفيش بقى حد رباك وافتكرت ان هم ابوك وامك. لا، انت عارف مين ابوك ومين امك، يعني مفيش لخبطه من اي نوع. شايف كده؟ هي كده اصلا. لا خالص. انا سنين عمري كلها عايش من غير اب ولا ام. فجاه ظهر لي واحد بيقول لي انا ابوك، حد ما فيش بيني وبينه اي صله. يا ابني مش مهم الصله، المهم الورث، الفلوس، القصر، وفوق كل ده نانسي. انت كنت كومبارس، فجأة الدنيا خلتك بطل وهتتجوز البطلة. عايز ايه تاني من الدنيا يا ابني؟ انا عايز مسعد، عايز 30 سنه فاتوا قدروا ببراعه يدمروا اللي جايين. فجأة طلع لي اب، مطلوب مني دلوقتي اني اورثه واورث اسمه وتاريخه. عشان ايه؟ عشان اكمل حياتي في حاجه ما اعرفهاش. انت عيان يالا، انت عيان. الدنيا عايزاك تفرح وانت لا عايز تفرح ولا عارف تفرح. الكآبة نقعت جوه روحك. شفت؟ اديك حمار وفهمت. مين بقى يقدر يعالج الكئيب اللي قدامك ده؟ نجيبه فلوسه؟ تفتكر؟ بصوا، الحياة الوحيدة ان احنا التلاتة اخوات ومن ام واحدة، سعيد وسعد ومصعب. حاجه في منتهى الشقاء. ليه شقاء؟ ليه شقاء؟ انت هتورث واحنا اخواتك. هتميل عليا حبة، هتميل عليه حبة، الدنيا تمشي ونفرح ونتبسط كلنا. لا وده عشمك انسى. انا كل اللي اقدر اعمله لك شويه شاي، 3 شاي حلوين كده نشربهم واحنا ساكتين ونبقى نسال على بعض كل شويه. غير كده لا. شاي